السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم سياسته الناجحة في استقطاب المواهب الشابة التي نشأت في أوروبا وتتألق في صفوف أندية القارة العجوز لتدعيم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها أسود الأطلس مستقبلا، في الوقت الذي بات فيه العديد من اللاعبين الذين ولدوا خارج المغرب يختارون تمثيله في الآونة الأخيرة بفضل العمل الجاد الذي يقوم به كشافة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إقناع اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة لاختيار اللعب للبلد الذي ينحدرون منه بدل البلدان التي يقيمون فيها. وقرر إسماعيل ولد محند متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي تمثيل منتخب المغرب أقل من 20 عاما بدلا من هولندا التي مثل منتخبها في فئات الناشئين والشباب، حيث أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم قائمة منتخب الشباب استعدادا لخوض معسكر تدريبي الشهر المقبل ومواجهة منتخب بوركينا فاسو وديا، والتي ضمت اسم اللاعب في انتظار أن يحسم أخوه صلاح الدين ولد محند الملقب بصلاح قراره النهائي بشأن اللعب مع المغرب من عدمه. ولعب متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي لمنتخب هولندا في فئات الناشئين وشارك في مسابقات أوروبية رسمية، إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح وقرر اختيار اللعب مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة. وتتابع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المردود الفني للثنائي المغربي في صفوف رديف أرسنال الإنجليزي الشقيقين صلاح وإسماعيل ولاد محند، حيث نجحت في إقناع إسماعيل في انتظار صلاح الذي ما يزال مترددا بشأن اللعب مع المنتخب الوطني المغربي أو هولندا، فيما يراقب أحد كشافي الاتحاد المغربي لكرة القدم في أوروبا مسيرة اللاعب صلاح ولاد محند 19 سنة، والذي لعب لموسم الماضي معارا لنادي هال سيتي الإنجليزي قبل أن يعود إلى صفوف رديف المدفعجية ويعمل على إقناعه لحمل قميص أسود الأطلس. وتلقى المهاجم صلاح الدين ولاد محند دعوتين في الوقت ذاته بداية يناير الماضي من الاتحادين الهولندي والمغربي لتمثيل منتخبيهما لأقل من 20 سنة، الأمر الذي أدخله في مرحلة من الشك وأخر التحاقه بالمنتخب الوطني المغربي. وكثف الاتحاد المغربي تواصله مع اللاعب وأسرته الموجودة بهولندا من جديد، حيث نجح في إقناعهم بمشروع المغرب بخصوص المواهب الكروية المزدوجة الجنسية، في ظل اهتمام وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول باللاعبين الشباب للالتحاق مستقبلا بأسود الأطلس بعد نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المقررة العام الجاري بالمغرب المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024. وانطلقت مسيرة ولاد محند من نادي فينورد الهولندي الذي لعب في جميع فئاته السنية قبل أن ينتقل صيف 2020 إلى رديف أرسنال الإنجليزي، والأمر نفسه ينطبق على شقيقه إسماعيل الذي خرج بدوره من الدور الهولندي إلى أرسنال الإنجليزي. وبات متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي إسماعيل محند 18 سنة واحدا من أبرز لاعبي الفريق اللندني، وهو الذي كان قد بدأ مسيرته الكروية في هولندا رفقة نادي فينورد قبل أن ينتقل للعب مع أرسنال رفقة شقيقه، وكلاهما يأمل أن يحضر قريبا إلى المغرب لحمل قميص أسود الأطلس.